السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم يا أحلى وأغلى وأجمل متابعين ومشتركين عفوا مطبخ ماجي وجوجو. أهلا بكم في فيديو جديد. شايفين الفطيرة القمر دي؟ تعالي يا قمراية، لو عندك عيش تعالي أقولك هنعمل الفطيرة دي ازاي. اوكي يا لوزة، هي احلى لوزة في الدنيا. شوفوا فطيرة اهي من العيش، عملناها من العيش البلدي بتاعنا، لا خبزنا ولا عجنا ولا جلاش ولا اي حاجة. فطيرة سهلة جدا هتعجبك ان شاء الله، وتحشيها اي حاجة ان شاء الله يا رب. طماطم وفلفل، اي حاجة، جبن، اي حاجة، اي بواقي عندك في التلاجة لو اتبقى عندك بواقي. شايفين ما شاء الله تحفة عاملة ازاي؟ كلها حشو، والطبقات شايفين العيش، طبقات العيش روعة، والجبنة سايحة فيها ازاي. اوكي يا لوزة، جربيها هتعجبك ان شاء الله. والوقت قبل ما نقول مقادير وطريقة التحضير، معكم مجدي عبد الرازق، ويلا نبدأ. فطيرة جميلة اهي. جربيها هتعجبك ان شاء الله وعلى ضمانتي. العيش محمر وجميل هيعجبك ان شاء الله. شفتوا الحركة دي؟ يلا نبدأ. هنا عندي يا لوزة، عندي 3 رغيفة عيش بلدي، عندي 2 بيضة عليهم فلفل، عندي جبنة موتزاريلا. الحشو بقى اي حاجة، اي حاجة انت تحبيها تحشيها احشيها. عندي طماطم مقطعة، فلفل اخضر، لقيت حتتين بسطرمة كده، على حتتين جبنة، على حتة لانشون، على بتاع ده، اللهم صل على النبي، زيتون. والوقت هقولك هنعمل ايه. هنا ضربت بقى البيض بالشوكة. طبعا ما حطيتش ملح لان البسطرمة فيها ملح وفي زيتون، فانا ما رضيتش اكتر ملح علشان ايه ما يبقاش حادق. عشان هو العيش عندي كبير، فانا جبت صينية تيفال ودهنتها، ندهنها زيت او سمنة، واحط هنا رغيف، ده اول طبقة، وهنزل بشوية بيض كده على العيش. فطيرة مغذية، فيها بروتين وفيها خضار وفيها جبن وفيها كل حاجة. فطيرة جبارة بصراحة ومنقذة. لو عايزين تتعشوا تنفع غدا، تنفع فطار لو حد بيحب يفطر الحاجات التقيلة دي. حطيت البيض اهو. بعد كده هنزل بقطع الطماطم، بصراحة عجبتني جدا، والفلفل الأخضر المتوفر عندك حطيه، فلفل ألوان، فلفل أخضر، المهم يكون فلفل المهم يكون فلفل وخلاص. أولادك وزوجك كله هينبسط منها إن شاء الله. هنا حطيت اللانشون، وبحط بقى الجبن، ده ميكس جبن شيدر على على موتزاريلا على كورة. أنا بقى بحط الموتزاريلا، كان في شوية موتزاريلا، بحط بقى البسطرمة. لو عندك بواقي فراخ في التلاجة اعمليها وحطيها، المهم أي حشو، بس فطيرة جبارة بصراحة. ماشي يا لوزة، اعمليها لولادك هينبسطوا منها قوي. بحط الزيتون المخلي، بعد كده بحط الجبنة الموتزاريلا. لو انتوا زهقانين من الاكل او حاجة اعمليها، هتنبسطي منها اوي ان شاء الله. بحط الجبنة الموتزاريلا. اهم حاجة نهدي عليها النار عشان العيش ما يتحرقش من تحت. اوكي. بعد كده بحط الرغيف التاني اهو، وبضغط علشان العيش يمسك في الجبنة. اوكي. هنزل برضو هنا بالبيض زي ما عملت في الاول.
اخد شوية بيض بفرده اهو على الرغيف. حتى لو عندك عيش بايت او عيش ناشف، ينفع برضو في الوصفة دي. رغيفين عيش محدش راضي ياكله من الولاد، نعمل بهم وصفة، نعملهم إعادة تدوير، وشايفينها فطيرة تحفة. هنا نزلت بالبيض، وبرضه هعمل نفس اللي عملته في الرغيف الأولاني. هحط نفس الحشو، وعايزة أغير في الحشو أي حاجة. بحط برضه الجبنة والفلفل الأخضر والبسطرمة. بحط البسطرمة اهو. عايزين ممكن تعملوها طبقتين، بس الطبقة التانية دي ما تحطولهاش حشو ممكن، بس انا عملتها 3 رغيفة عشان تبقى كبيرة يعني وتكفي. بحط هنا الجبنة الموتزاريلا، واحط بقى جبنة موتزاريلا بضمير. حطوا الجبنة بضمير عشان هي بتبقى حلوة بالجبن. بعد كده هجيب اخر رغيف اللي هو التالت ده، وبضغط برضه عشان يمسك العيش، يمسك في الجبنة. بعد كده قلبته. شايفين عشان انا مهدية النار الرغيف ما اتحرقش ازاي، يا دوبك اتحمر. طبعا بقية البيض ده مش هرميه طبعا، فروحت حطاه فوق كده على اخر طبقة. قلت اهو منه يدي قيمة غذائية برضو للفطيرة وما يترميش خسارة. بعد كده برضو اسكت، لا ده لازم. اجيب الجبنة موتزاريلا. حطيت حبة جبنة موتزاريلا وغطيت عليهم عشان الجبنة الموتزاريلا تسيح. اوكي. وبكده شايفين الفطيرة شكلها جميل ازاي، فطيرة جامدة. جربوها. كنت معكم ماجدة عبد الرازق، مطبخ ماجي وجوجو. اسيبكم في رعاية الله وامنه. مع السلامة.